أهلا وسهلا بمتابعينا في الدرس السادس من تعلم اللهجة التونسية في أقصى وقت ممكن. درسنا اليوم النفي. لنقوم بالنفي الفعل في اللهجة التونسية نستعمل ملحق ما في أول الكلمة مع شاء في آخر الكلمة. خذ مثال: ما نحبش ناكل توا. ما نحبش ناكل توا، لا أريد أن آكل الآن. ما شاء، ناخذ الفاعل هنا نحب، أنا نحب في صيغة الإيجابية، أول الكلمة ما، آخر الكلمة شاء. ما نحبش، لا أريد أن آكل. ما عينيش نخرج في هالقواية. أنا عيني في الصيغة الإيجابية، أنا ما عينيش في صيغته السلبية. ما عينيش نخرج في هالقواية، لا أريد أن أخرج في القيلولة. وقت القيلولة هو القواية، يعني القاعدة أيضا. الفترة ممتدة بين الواحدة بعد منتصف النهار والرابعة مساء. أمثلة سريعة: ما تغزرش. ما تغزرش، لا تنظر. ما يرتاحش. ما يرتاحش، لا يرتاح. ما تجريش، لا يجري. ما تتفرجوش. ما تتفرجوش، لا تشاهدون. ما ننعسوش، لا ننام. ما ننعسوش، لا ننام. ما يرقدوش، النوم. ما يرقدوش، لا ينامون. ما تركحش، لا يركح، لا يدعى الحركة. ما تفركسش. ما تفركسش، لا تبحث. تفركيس البحث. كما نستعمل ملحق ما بلس شيء قبل الفعل، يعني أن نضع الفعل في صيغته المعتادة ونضع قبله هذا الملحق وموضع الضمير. وتعليلا: مثال، عفوا، تصريف ما بلس شيء: أنا ما عينيش، عفوا، أنا مانيش، انتي ماكش، نحنا ماناش، هما ما همش، هما ما همش، انتوما ما كمش، هي ماهيش، هو ماهوش. بعيد: أنا مانيش، انتي ماكش، نحنا ماناش، هما ما همش، هما أيضا ما همش، انتوما ما كمش، هي ماهيش، هو ماهوش. وأعيد استعمل هذا قبل الفعل. لنقوم بالنفي في الزمن الحاضر: أنا ما نخرجش توا. أنا ما نخرجش توا، أنا نخرج الآن. نستعمل ما والشاء. للنفي في الزمن الحاضر: أنا ما نخرجش، أنا ما ناكلش، أنا ما نرقدش. لنقوم بالنفي في الزمن الماضي: سميرة ما خرجتش أمس للسوق. سميرة ما خرجتش أمس للسوق. سميرة لم تخرج بالأمس إلى السوق. سميرة لم تخرج بالأمس إلى السوق. خرجت هنا في الصيغة الإيجابية في الماضي. ما خرجتش في الصيغة السلبية. سميرة لم تخرج. لنقوم بالنفي في الزمن المستقبل: أميرة ماهيش باش تقشر البصل غدوة. أميرة ماهيش باش تقشر البصل غدوة. أميرة لن تقشر البصل غدا. ماهيش، نضع هنا ماهيش حسب التصريف هنا ماهيش، ونضع الفعل كالعادة باش تقشر. إذا هنا أم بلس شي نستعمله للنفي في الماضي، عفوا في المستقبل: لن. مانيش، ماكش، ماناش، ماهمش، ماهمش، ماكموش، ماهيش، ماهوش. أميرة ماهيش باش تقشر البصل غدوة. لتقوية لهجتكم التونسية يمكن متابعة بعض الفيديوهات على اليوتيوب، مثلا بإمكانكم متابعة بعض المسلسلات وهي في العادة قصيرة والتي تتجاوز 15 حلقة، وسيت كوميك أيضا، وبعض المقاطع التمثيلية القصيرة الشهيرة جدا في تونس والتي تعرض في برنامج لباس. تجدوا كل هذا وأكثر على اليوتيوب. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء القادم للجديد.